في يوم واحد فقط تعثر جزء كبير من الإنترنت العالمي، والسبب خلل في خدمات أمازون السحابية AWS. تشكل AWS البنية الرقمية التي يعتمد عليها ملايين المواقع والتطبيقات حول العالم، من الألعاب إلى البنوك إلى تطبيقات التواصل، كلها تمر عبر خوادم أمازون. في 20 أكتوبر حدث خلل في أنظمة مراقبة الشبكة داخل مركز بيانات AWS في ولاية فيرجينيا. الخلل انتشر سريعاً، وتوقفت خدمات أساسية في أنحاء العالم. تطبيقات مثل سيجنال وسناب شات وفورتنايت وحتى بعض البنوك توقفت أو تباطأت خدماتها. المستخدمون واجهوا رسائل مثل خطأ وتعطل في الدفع وتوقف بعض الخدمات الذكية. الانقطاع عطل أنظمة عمل آلاف الشركات وأوقف المعاملات مؤقتاً. خسائر مالية، تراجع ثقة العملاء، وأسئلة كثيرة عن الاعتماد الكامل على مزود واحد. بعد ساعات من التحقيق، أعلنت أمازون أن الخدمة عادت إلى طبيعتها، لكن بعض الأنظمة ظلت تعاني من تأخيرات وتراكم في المعالجة. عطل لدى مزود واحد شل جزءاً كبيراً من الاقتصاد الرقمي. الدرس واضح: التنويع والاعتماد على أكثر من مزود لم يعد خياراً، بل ضرورة.